إنها مصر. مصر عند الله غالية. مصر التي تجلى الله فيها على الأرض. المكان الوحيد، نعم المكان الوحيد الذي نص الله تعالى على إنه تجلى على الأرض فيه هي مصر، في سيناء الحبيبة. مصر التي جاء إليها سيدنا محمد في ليلة الإسراء والمعراج، ونزل وصلى ركعتين في مكان المناجاة في سيناء، نعم في مصر. مصر التي أوت أهل بيت النبي في الوقت الذي اضطهدوهم فيه أبناء عمومتهم من العرب. جاء إلى مصر السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، والسيدة نفيسة بنت الحسن بن علي، والسيدة رقية بنت الإمام علي بن أبي طالب، والسيدة سكينة بنت الحسن، والسيدة فاطمة بنت الحسين، والسيدة عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسولنا الكريم، والسيد محمد بن عقيل ابن أبي طالب من آل بيت النبي، وغيرهم من آل بيت رسولنا الكريم وأصحابه ومن ذريتهم. ولنا في سيرة آل بيت النبي الذين أتوا إلى الأمن والأمان إلى مصر لقاء في نهاية الفيديو، كونوا معنا. والآن أدعوكم متابعي قناة بيت المسلم بالاستمتاع معي بزيارة أطيب وأعطر الأماكن الدينية والتاريخية من قلب القاهرة العتيقة. مسجد ومقام سيدنا الحسين رضي الله عنه، ومسجد عمرو بن العاص رضي الله عنه، ومسجد الأزهر الشريف، ومسجد ومقام السيدة نفيسة العلم والعلوم، وأخيرا مسجد ومقام المشيرة السيدة زينب بنت الإمام علي رضي الله عنه حفيدة رسولنا الكريم. أعدكم بمشاهدة رائعة وكأنك تشاهد الجمال وتعيش لحظات من راحة النفسية التي لا توصف. مسجد ومقام الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، هو الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسولنا الكريم، وهو ثاني أبناء الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء بنت النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لقبه سيد الشهداء، وهو الإمام الثالث من أهل البيت وريحانة رسول الله. ولد مولانا الحسين في 3 من شعبان من السنة 4 للهجرة، واستشهد الإمام الحسين في 10 من محرم عام 61 هجرية في كربلاء بالعراق، وكان عمر الإمام وقت استشهاده 57 عام تقريبا. أين دفن الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ الجسد دفن في العتبة الحسينية بكربلاء بالعراق. الرأس هناك عدة أقوال، ولكن الأرجح وبالدليل دفنت الرأس الشريفة بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة، هذا المسجد، وإن كان البعض يرى بأن رأس الحسين دفنت في مكان جسده، والبعض الآخر يرى بأن رأس الحسين الشريفة دفنت في البقيع بالسعودية. وكما ذكرت الأرجح هو أن جسد الحسين دفن في العتبة الحسينية بكربلاء بالعراق، وهو متفق عليه، والرأس دفنت في مسجد الحسين بالقاهرة مصر. مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة هو مسجد يقع في مصر بالقاهرة القديمة في الحي الذي سمي باسم الإمام الحسين، حي الحسين، بجوار المنطقة التاريخية خان الخليل. بني المسجد مسجد الحسين في عهد الفاطميين سنة 549 هجرية تحت إشراف الوزير الصالح طلائع، ويضم المسجد 3 أبواب مبنية بالرخام الأبيض. سمي المسجد بهذا الاسم مسجد الحسين لروايات قسم كبير من المؤرخين بوجود رأس الحسين الشريفة مدفونة به، إذ تذكر هذه الروايات بأنه في ظل الحروب الصليبية خاف حاكم مصر الخليفة الفاطمي على الرأس الشريفة من الأذى الذي قد يلحق بها في مكانها الأول مدينة عسقلان بفلسطين.
فأرسل حاكم مصر الخليفة الفاطمي بطلب قدوم الرأس الشريف إلى مصر، وبالفعل تم هذا ودفنت الرأس في مكانها الحالي، وأقيم المسجد بناء على هذا، وسمي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. مسجد ومقام الإمام الحسين والتجديدات المتعددة. تم تجديد مسجد الحسين في عدة مناسبات تاريخية، أبرزها التجديد الكبير في عهد الخديوي إسماعيل، والتجديد والتطوير الأخير الذي تم في العام 2022. وأجمل ما قيل في الحسين شعرا: مهما قلنا عن الحسين ومهما كتبنا عنه فلن نتجاوز فيه ما قاله رسولنا الكريم، مكتوب على ساق العرش: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسين مني وأنا من حسين. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الإمام الحسين حفيد الحبيب المصطفى. هنا مسجد عمرو بن العاص، أول مسجد وضع للمسلمين في مصر وقارة أفريقيا. جامع عمرو بن العاص أو مسجد الفتح أو المسجد العتيق تاج الجوامع، هو من أهم جوامع مصر التاريخية وأشهرها. أنشئ في عهد حكم عمرو بن العاص لمصر في مدينة الفسطاط بمصر القديمة، التي أسسها كأول عاصمة إسلامية في مصر وأفريقيا. هذا المسجد العريق الذي أنشأه الصحابي الجليل في العام 21 هجرية 641 ميلادية بأمر من الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وأفضل الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. كانت مساحة المسجد وقت إنشاؤه 50 ذراعا وله 6 أبواب، وظل كذلك حتى عام 53 هجرية 672 ميلادية، حيث توالت عليه التوسيعات، حيث تبلغ المساحة الإجمالية الحالية 28500 متر مربع، منها 13200 متر مربع مخصصة لأروقة الصلاة، بالإضافة إلى المساحات الخارجية والخدمات. تعرض المسجد للكثير من التغييرات المعمارية، حيث كانت مساحته وقت إنشائه صغيرة جدا وتسوده البساطة، إذ بني على قوائم من جذوع النخل وكان مغطى بالجريد، ثم زادت مساحته تدريجيا حتى وصل لشكله الحالي. من هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه؟ هو صحابي جليل وقائد عسكري مسلم، وأحد القادة الأربعة في الفتح الإسلامي للشام، وقائد الفتح الإسلامي لمصر، وأول والي مسلم على مصر بعد فتحها. كان عمرو بن العاص من سادة قريش في الجاهلية. أقوال الرسول في حق عمرو بن العاص. قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه في حق عمرو بن العاص: أسلم الناس وآمن عمرو،
وهذا يدل على صدق إيمان عمرو وإخلاصه في الإسلام، كما قال فيه: من صالح قريش عمرو بن العاص. وقد نال عمرو بن العاص رضي الله عنه ثقة الرسول في قيادة الجيوش، ومنها قيادته لجيش ذات السلاسل. أحبتي متابعي قناة بيت المسلم، بيت كل مسلم، شكرا لكم حسن المتابعة. بعون الله وبدعمكم نستمر، برجاء إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. في أمان الله وحفظه. قناة بيت المسلم، العرض مستمر، برجاء تكملة العرض. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جامع الأزهر هو أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد أهم المعاقل التاريخية لنشر تعاليم الإسلام، ويعد من أشهر المساجد الأثرية في مصر والعالم الإسلامي. في 4 أبريل 970 ميلادية 359 هجرية وضع الخليفة المعز لدين الله الفاطمي حجر أساس بناء الجامع، وأمر جوهر الصقلي بالإنشاء، وذلك بعدما أسس مدينة القاهرة. وقد استغرق بناء جامع الأزهر عامين، وأقيمت أول صلاة جمعة بالجامع في 7 رمضان 361 هجرية 21 يونيو 972 ميلادية. سبب تسمية الجامع بهذا الاسم جامع الأزهر: سمي جامع الأزهر بهذا الاسم تيمنا بالسيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم، يعتبر الأزهر الجامع والجامعة المؤسسة الأبرز للتعليم الإسلامي في العالم الإسلامي السني. أين يوجد جامع الأزهر بالتحديد لمن يريد الزيارة؟ يقع الجامع الأزهر في وسط العاصمة المصرية القاهرة بميدان سمي باسم الجامع، ميدان الأزهر. يتميز جامع الأزهر بعمرانه الجميل وفن التصميم، حيث تم تصميمه بأشكال هندسية متميزة كما ترون. ويقع جامع الأزهر على مساحة واسعة جدا، ويتم من خلاله تدريس العلوم الإسلامية وعلوم الفقه والسنة. ويتميز أيضا جامع الأزهر بالنقوش الإسلامية الجميلة، كما يتميز بالمآذن الشامخة التي تعانق السماء. نعم، يعتبر الجامع الأزهر من أهم الأماكن السياحية والتعليمية أيضا في مصر والعالم الإسلامي. جامع وجامعة الأزهر: نعم، يعد الأزهر مركزا تعليميا رائدا لطلاب العالم الإسلامي في كل أنحاء العالم عبر التاريخ. نعم، الأزهر قبلة للعلم، يمتاز بالوسطية والاعتدال والتطوير، حيث يستقطب الأزهر طلابا وطالب العلم من أكثر من 100 دولة حول العالم. شيخ الأزهر هو أعلى منصب في مؤسسة الأزهر، ويترأس هيئة كبار العلماء والمجلس الأعلى للأزهر، ويشرف على الشؤون الإدارية والعلمية بالأزهر. أول شيخ أزهر كان الشيخ الإمام أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الخراشي، هو أول شيخ أزهر، والذي تولى المشيخة في العام 1090 هجرية 1679 ميلادية، وكان إماما وعالما عرف بعلمه الغزير وتواضعه. أما شيخ الأزهر الحالي هو الشيخ الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب، وهو شيخا للأزهر منذ 29 مارس 2010، وقد تولى مشيخة الأزهر بعد الشيخ محمد سيد طنطاوي. حفظ الله أزهرنا وجعله دوما منارة للعلم ونشر الإسلام وتعاليمه في شتى بقاع الأرض. نفيسة العلم قمر الحسن سيدتي، حفيدة النبي وما أبهى محياها، النون فيها نفيس النور يغمرها، والفاء فيض وفتح عند ذكراها. هنا مسجد ومقام نفيسة العلم السيدة نفيسة حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا الراحة النفسية لا توصف. هي السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور بن زيد الأبلج ابن الحسن بن علي ابن أبي طالب، والسيدة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجة إسحاق بن جعفر الصادق. يعد مسجد السيدة نفيسة والذي بني في القرن التاسع عشر أوائل العصر العباسي من أعرق المساجد التاريخية بالقاهرة،
هذا المسجد الذي تحتضن أركانه مقام السيدة نفيسة حفيدة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسجد العطر تعاقبت عليه عمارات وتجديدات في عصور مختلفة، وكان آخر التجديدات في عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي. نفيسة العلم. عرفت السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بنفيسة العلم لشغفها الكبير بالعلم ومعرفتها الغزيرة، حيث كانت رضي الله عنها تتعلم في المدينة المنورة، وتجلس في مجالس الفقه وتتلقى الحديث والفقه من علمائها، مما جعل الناس يلقبونها بنفيسة العلم تقديرا لعلومها ومعارفها الرفيعة. مصر والسيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. السيدة نفيسة نفيسة العلم أحبت مصر وأحبها المصريين، كونها عالمة صالحة من آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. أتت السيدة نفيسة إلى مصر في 193 هجرية، ونشرت فيها العلم والبركة أيضا، وازداد تعلق المصريين بها حتى أنهم منعوا زوجها إسحاق بن جعفر الصادق من نقل جثمانها بعد وفاتها 208 هجريا. توفت السيدة نفيسة العلم في القاهرة 208 هجرية، فدفنت في القاهرة، وأصبح ضريحها كأحد أهم المزارات الدينية والتاريخية. إنها السيدة نفيسة العلم حفيدة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. رؤية النبي وتدفين السيدة نفيسة في مصر. بعد وفاة السيدة نفيسة بالقاهرة، أراد زوجها إسحاق بن الإمام جعفر الصادق نقل جثمانها إلى المدينة المنورة، لكن المصريين توسلوا إليه كي يدفنها في مصر لتكون بركة لهم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يأمر إسحاق بن الإمام جعفر بأن لا يعارض أهل مصر. رأى إسحاق ابن الإمام جعفر الصادق في المنام النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه يأمره بأن لا يعارض أهل مصر، وأن الرحمة تتنزل عليهم ببركتها، فامتثل لأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ودفنت السيدة نفيسة العلم في القاهرة. أين يقع مسجد ومقام السيدة نفيسة في مدينة القاهرة بالتحديد؟ يقع مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة في حي سمي باسمها، حي السيدة نفيسة أو درب السباع، وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى القرافة بالقاهرة.
أحبتي متابعي قناة بيت المسلم، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هنا مسجد السيدة زينب بنت الإمام علي بن أبي طالب من السيدة فاطمة الزهراء حفيدة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. إن سألت عنها النبي قال هي ابنتي، وإن سألت عنها أبوها علي قال هي رجيحة العقل ومشيرته، وإن سألت عنها أخوها الحسين قال مهجة القلب وفؤادي، وإن سألت عنها الحسن قال شقيقة الروح وتوأم نفسي، وإن سألت عنها الزهراء قالت أنا هي وهي أنا، وإن سألت عنها السادة الأقباط قالوا هي مجمع الأحباب، وإن سألت عنها أهل العرفان قالوا هي رئيسة الديوان، وإن سألت عنها أهل السماء قالوا هي حبيبة الرحمن، وإن سألت عنها أهل الأرض قالوا هي حبيبة العدنان، وإن سألت عنها بني هاشم قالوا هي أمنا أم هاشم. وإن سألت عنها الفقراء قالوا أم الكرم سيدتنا ونبع الحنان، وإن سألت عنها عابر السبيل قالوا هي ملاذا للاجئين. نعم، إنها سيدتنا السيدة زينب زوجة عبد الله بن جعفر بن أبي طالب شقيقة الإمامين الحسن والحسين بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت الإمام علي بن أبي طالب حفيدة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
رحلة آل بيت النبي وأصحابه وذريتهم والسادة الأشراف إلى مصر. تشرفت مصر بحضور العديد من آل بيت النبي إليها في فترات تاريخية مختلفة، أشهرهم السيدة زينب بنت الإمام علي ابن أبي طالب، والتي وصلت إلى مصر عام 61 هجرية بعد معركة كربلاء بالعراق. وأيضا السيدة نفيسة حفيدة الإمام الحسن، والتي أتت إلى مصر في القرن الثاني الهجري، والكثيرين من آل بيت المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. قدوم المشيرة إلى أرض الكنانة. أتت السيدة زينب بنت الإمام علي ابن أبي طالب حفيدة المصطفى بنت السيدة فاطمة الزهراء وأخت الحسن والحسين رضوان الله عليهم أجمعين في العام 61 هجرية بعد معركة كربلاء، والتي استشهد فيها الإمام الحسين، واستقبلها والي مصر والمصريين استقبالا حافلا احتفالا واحتفاء بقدومها إلى مصر. وأقامت المشيرة في بيت والي مصر، ولقد لقبت السيدة زينب بالمشيرة ورئيسة الديوان وعقيلة بني هاشم. وتوفت رضوان الله عليها بالقاهرة، ودفنت أيضا بالقاهرة، وبنى لها المصريين مسجدا ومقاما في حي سمي باسمها، حي السيدة زينب. أحب المصريين السيدة زينب المشيرة وأحبتهم، وأشهر ما قالت فيهم في مصر رضي الله عنها وأرضاها: يا أهل مصر، نصرتمونا نصركم الله، وأويتمونا أواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، وجعل لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. رحلة السيدة نفيسة إلى مصر. أتت نفيسة العلم والعلوم إلى مصر في القرن الثاني الهجري، وقد اشتهرت رضي الله عنها وأرضاها بالتقوى وكثرة العبادة، وتوفت في القاهرة ودفنت بها بعد تمسك المصريين بدفنها في مصر. وبنى لها المصريين مسجدا ومقاما في حي سموه باسمها، حي السيدة نفيسة. وهناك أيضا حضور آخر لآل بيت النبي إلى مصر، وعلى سبيل المثال لا الحصر رأس الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ورحلة نقل الرأس الشريفة من كربلاء إلى القاهرة مرورا بعدة أماكن قبل استقرارها النهائي في مصر في حي سمي باسمه، حي الحسين. وأيضا تشرفت مصر برأس الإمام سيدي إبراهيم الجواد ابن عبد الله المحض الملقب بالكامل من ذرية الإمام علي ابن أبي طالب، ودفنت الرأس الشريفة في حي المطرية بالقاهرة. وجاء إلى مصر أيضا بنات سيدنا الحسين، أتوا مع السيدة زينب، وكذلك السيدة رقية بنت الإمام علي ابن أبي طالب، والإمام حسن الأنور والد السيدة نفيسة، نفيسة العلم والعلوم. وشرف مصر السيد محمد ابن عقيل ابن أبي طالب من آل بيت النبي، والسيدة سكينة أتت أيضا مع السيدة زينب رضي الله عنهما، وكذلك أتت السيدة عائشة بنت سيدنا جعفر الصادق حفيدة الحسين. وتشرفت مصر أيضا بقدوم السيدة فاطمة النبوية، التي أتت أيضا مع السيدة زينب رضي الله عنهما. كذلك أتت السيدة فاطمة أم الغلام بنت سيدنا الحسن ابن أبي طالب. الإمام علي زين العابدين ابن الحسين، القبر في البقيع والضريح في القاهرة. ما الحكاية؟ يقع مسجد الإمام علي زين العابدين ابن الحسين في حي السيدة زينب بالقاهرة. نعم، جاء الإمام علي زين العابدين إلى مصر
عقب أحداث كربلاء مع عمته السيدة زينب، لكنه لم يستمر تواجده في مصر سوى عامين، ثم خرج إلى المدينة المنورة وتوفى ودفن في البقيع بجوار عمه الحسن، ولم يدفن أصلا في مصر. المدفون في مصر هو ابن الإمام علي زين العابدين، وليس علي زين العابدين. المدفون في مصر هو زيد ابن علي زين العابدين، وذلك بعد إن قتله هشام ابن عبد الملك، وأمر بالطواف برأس زيد في المدن، وأتت الرأس الشريفة إلى مصر، فأمر هشام عبد الملك جيوشه بأن تنصب الرأس على جامع عمرو بن العاص بالقاهرة، إلا إن المصريين استرجعوا رأس زيد ابن علي زين العابدين ودفنوها في الموقع الحالي. لماذا مصر ملاذا آمنا لآل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ تعد مصر الملاذ الآمن عبر التاريخ لكل من يلجأ إليها، فما بالكم بآل بيت المصطفى؟ حب وشغف المصريين لآل البيت كان سببا رئيسيا لاستقبال آل بيت النبي بكل حب وصدق وعفوية، ناهيك بأن مصر عبر التاريخ تستضيف الكثير من اللاجئين والمهاجرين على أراضيها دون تفرقة، وهذا ما يجعل مصر بلدا إنسانيا في المقام الأول. من هم آل بيت النبي؟ آل بيت النبي في صحيح مسلم وغيره من كتب السنة هم أمهات المؤمنين، وهن زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه، بنات النبي، وآل علي ابن أبي طالب وأبنائه وأحفاده من بني هاشم، وآل عقيل ابن أبي طالب وأبنائه وأحفاده من بني هاشم، وآل جعفر ابن أبي طالب وأبنائه وأحفاده من بني هاشم، وآل العباس ابن عبد المطلب وأبنائه وأحفاده من بني هاشم. سؤال مهم: ما الفرق بين أهل البيت وآل البيت؟ أهل وآل. أهل البيت يشير إلى الأسرة المباشرة والنبي صلوات الله وسلامه عليه، أي الأسرة النبوية المباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أما آل البيت وهو الأشمل فهو يطلق على النسب والأتباع الأوسع من أقارب النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأهل، أهل البيت، أي القرابة القريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك جانب يوسع من تفسيره لآل البيت ويرى بأن آل البيت هم كل من آمن بالنبي من أهله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. ما معنى كلمة آل محمد في التشهد؟ هل المقصود بها كل المسلمين أم فقط نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلف الفقهاء في التفسير والمقصود الحقيقي بآل محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى أنهم آل محمد ذريته خاصة، ومنهم من قال هم ذريته وأزواجه، وذهب فريق ثالث يرى بأن آل محمد هم بنو هاشم فقط، وفريق رابع يرى بأن آل محمد هم بنو هاشم وبنو المطلب، ومنهم من أطلق وقال إن آل محمد هم جميع أمته. ولكن الأرجح لما اتفق عليه الأغلب بأن آل محمد هم بنو هاشم وبنو عبد المطلب وزوجات الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. محبة آل بيت النبي مشروعة، ولكن الغلو فيهم
بدعة ممنوعة. نعم، محبة أهل بيت النبي من العبادات التي يتقرب بها المسلم لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد أوصى رسولنا الكريم في عدة أحاديث بأهل بيته، ويظهر ذلك جليا فيما رواه مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. محبة آل بيت النبي وأهل بيته حق علينا. نعم، محبة أهل بيت النبي حق علينا، ولكن ينبغي علينا أن نحاذر من الغلو في محبتهم، فأهل بيت النبي مثلنا، بشر لا يملكون نفعا ولا ضرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحبتي متابعي قناة بيت المسلم، لو مشترك في القناة لا تنسى الإعجاب بالفيديو، ولو مش مشترك ياريت تشرفني بالاشتراك والإعجاب بالفيديو ليستمر النشر. فبكم نبدأ ونستمر بعون الله وقدرته. تحياتي بيت المسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.